صراحة عجبني موضوع الاوتوموتيف شوية. ان حسيت اللي هو لما دخلت وشفت فعلا عربيات وهي بتتعمل قدامي، تمام. ولقيت كذا، يعني كذا عربية بكذا موديل، كل عربية ليها اللي هو الحاجة اللي بتميزها، وكمية البروجرامينج اللي هما بيستخدموها عشان يعرفوا يصنعوا، بصراحة يعني عجبني اوي. مرحب بضيفنا النهارده بشوي. ازيك؟ الحمد لله. يا اخبارك؟ الحمد لله كله شوي كويس. عندك كام سنه؟ عندي 15 سنة. سنه كام؟ تالتة اعدادي. بشوي انت ابتديت بقى تدرس روبوتكس وتكنولوجي من امتى؟ في اواخر 2020 كده، في شهر 9 يعني من 5-6 سنين كده مثلا؟ مثلا. تمام. احكي لي بقى الرحله بتاعت يعني 5 سنين دول عملت فيهم ايه؟ دخلت كذا مسابقة. يعني في مثلا مسابقة اسمها فيكس، ديت بنبدأ فيها نبني روبوت. تمام. نعمل زي ميشن مطلوبة مننا، وفي نفس الوقت بقى لازم زي حاجة اسمها نوت بوك، بيبقى فيها مثلا الحاجات اللي احنا عملناها والمشاكل اللي واجهتنا وازاي حليناها. حجمه قد ايه الروبوت؟ كبير ولا صغير؟ يعني بيبقى عادي وسط شوية. تمام. كده دخلت كذا مسابقة تانية. في مسابقة اسمها بول كوليكتور، هي عبارة عن انت بتجمع، يعني بتبقى كذا كورة، انت بتجمعهم تعمل لهم سورتنج، تمام. وكل لون ليه مكانه. تمام. ودخلت مسابقة 2 روبوت تشالنج. دي بتبقى فيهم واحدة سومو، واحدة كانت لاين فولور. كل ده انت بتبني فيه الروبوت وبتعمل فيه بروجرامينج انت مع التيم بتاعك؟ كله بيبقى تيم وورك. تمام. ايه بقى اللي بيضاف لك كل مره من المسابقات دي؟ انت دخلت مسابقات مختلفه، كل واحده من دول بتدي لك يعني سكيلز مختلفه. كلمني ايه اللي اتغير فيك في الفتره دي؟ اتعرفت على ناس جديده طبعا. بقيت بعرف اتعامل مع الناس اكتر. لا اجتماعيا بقى، وفي تكنيكال ايه اللي تكنيكال بقيت بعرف احل المشاكل بسهوله اكتر. بروبلم سولفينج اسهل بقى بالنسبه لي. بقيت بعرف اشتغل تحت ضغط. بقيت بقيت كذا حاجه بعرف اربطها بالروبوتكس والبروجرامينج وهكذا. هل ده فرق معاك في دراستك اللي في المدرسه في المواد التانية؟ طبعا يعني بيفرق معايا. اول حاجه بيغير من طريقه تفكيري لكل حاجه، يعني كل حاجه بقيت بفكر بيها بطريقه مختلفه. حلو. بتفكر بطريقه الانجينيرنج بروسيس يعني. في مشروع مثلا ولا حاجه بروجكت اشتغلت عليه حضرته وعملته مؤثر فيك او في الاف ال ال؟ ايه عملت ايه؟ عملنا زي عجله بتلف، الجادج بيلفها وبتقف على حاجه معينه. يعني بتقف مثلا على قسم معين من الاداب. تمام. فهو مثلا احنا كنا عاملين كذا بوت على تليجرام، فكل بوت ليه واحد مثلا ليتريتر، واحد رسم، وهكذا. فهو مثلا وقفت معاه الرسم، فهو مثلا بيدخل على البوت بتاع الرسم وبيبدا مثلا يبحث عن اي حد كان بيرسم مثلا ويشوف. ده كان بيحركه بايده ولا في بروجرام ما كان لا، هو زي عجله كده كانت معموله بخشب، فهي كانت بتلف وكانت بتقف على حاجه معينه. تمام. لكن ما فيهوش روبوتكس؟ لا، كنا مستخدمين الموضوع كله. يعني الموضوع اللي كان فيه تكنولوجيا شويه كان في البوت بتاع التليجرام. تمام. مش شويه احنا كان لنا مغامره كده مع بعض، سافرنا مع بعض امريكا في معسكر لورانس تك. قعدت معايا هناك 3 أسابيع مش كده؟ فرق في حياتك؟ طبعا اتعرفت على كذا ثقافه ناس جديده، ثقافات بلد جديده. عرفت كل بلد بتتعامل ازاي مع الناس، كل بلد ليها ثقافتها، كل بلد ليها طريقتها عموما. برضو زادت ان انا بقيت اجتماعي اكتر واكتر. اتعلمت حاجات كتير برضو، يعني في الميديكال اتعلمت حاجات في الروبوتكس، اتعلمت حاجات في الاوتوموتيفز ذات نفسها وهكذا. الحاجات اللي انت اتعلمتها في المعسكر بتاع لورانس تك في امريكا، انت اتعلمت 3 حاجات مختلفه. ايه اكتر حاجه اثرت فيك وانت جاي تكمل في التراك ده؟ صراحه عجبني موضوع الاوتوموتيف شويه. ان حسيت اللي هو لما دخلت وشفت فعلا عربيات وهي بتتعمل قدامي. تمام. ولقيت كذا عربيه بكذا موديل، كل عربيه ليها اللي هو الحاجه اللي بتميزها، وكميه البروجرامينج اللي هما بيستخدموها عشان يعرفوا يصنعوا، بصراحه يعني عجبني قوي. هل ده خلاك تقدر ترسم طريقك اللي جاي في مستقبلك اوضح؟ طبعا يعني خلاني بدات يعني حسيت ان انا رايح في حته اللي هو عايزه ابقى كمبيوتر انجينيرنج شويه. اشتغل في حاجات الكمبيوتر والحاجات البروجرامينج وكده. هل بتستخدم الاي اي في حياتك العاديه يعني؟ يعني اكيد حاجات مثلا بحتاجه، اكيد مثلا ساعات في الدراسه. لو مثلا عايزه ادور اسيرش على حاجه بيبقى اسرع طبعا، بيسرع حاجات كتير. ويعني بيفيد، يعني اللي هو بيديك المعلومات اسرع من اي مكان تاني ممكن. انا عاوز الاي اي يسالك سؤال كده بس وتشوف بقى هترد تقول عليه. اوكي. انا دلوقتي معايا بشوي
وبشوي عنده 14 سنة. 15. طيب بشوي عنده 15 سنة وبيدرس بقى له 5 سنين بيدرس تكنولوجي. دخل مسابقات روبوتكس كتير وسافر معايا معسكر في لورانس تك ودرس 3 أسابيع هناك في جامعة لورانس تك وهو في 3 إعدادي. ومحتاجك تسأليه سؤال واحنا في بودكاست دلوقتي على الهواء. ممكن تسأليه ايه؟ اهلا ببشوي، ما شاء الله عليه، واضح انه عنده خبره كويسه رغم سنه الصغير. طيب يا بشوي، سؤالي ليك هيكون ايه اكتر حاجه الهمتك او فادتك من تجربه المعسكر اللي سافرت له في لورنس تاك؟ يعني ايه اللي حسيت انه فرق معاك شخصيا في رحله تعلمك للتكنولوجيا او الروبوتكس؟ يعني كان حاجة فرقت معايا شخصيا اكتر، اللي هو يعني فعلا اتعلمت حاجات كتير قوي جديدة، حاجات ما كنتش عارفها فعلا فادتني. فعلا اتعرفت على ناس، بقيت بعرف اتعامل مع ناس، يعني هو بقيت اعرف اللي هو ادخل وسط الناس واعرف اتعامل معاهم وتبقى الدنيا تمام يعني. ده شيء رائع وهيفيدك كتير قدام في اي حاجه هتعملها. بالتوفيق دايما، وان شاء الله تكمل في نفس الطريق الناجح ده. ايه المشاريع اللي ممكن انت من الحاجات اللي انت اتعلمتها دي تبتدي تشتغل عليها؟ بصراحة عجبتني فكرة ان انا ممكن اعمل حاجة تعمل سورتنج من البول كوليكتور. فممكن اعمل حاجة مثلا بتعمل سورتنج لكذا حاجة، مثلا في شغلي او في البيت، مثلا لو عايز اعمل سورتنج لكذا حاجة. ادتني فكرة انا ممكن اعملها على شكل اكبر، يعمل حاجات الاكبر بقى اكبر من كورة السورتنج ده ممكن يستخدموه في مصانع كتير وفي فرز المحاصيل. طبعا. الحجم فالفرز والتعبئة دول السورتنج ده مهم جدا فيه. طب انت حابب ايه تقول ايه للولاد اللي قدك ولسه لغايه دلوقتي بقى ما اتعلموش تكنولوجي خالص؟ يعني ان هم يبداوا يقربوا من مجال التكنولوجي، ان هو حتى لو وانت مش حابه بنسبه 100%، انت اول ما بتبدا بس تقرب ان انت تبدا تشوف وتقرا، انت بتبدا تحس ان انت لا انت عايز تكمل، وبتبدا تتسحب بطريقه اللي هو انت اصلا مش بتعرف تبطله. طبعا انت جاوي السكه دي. جميل جدا. بشوي انا بجد استمتعت معاك. وانت ما شاء الله عليك يعني في ال5 سنين دول وسنك صغير ده وتعلمت حاجات كتير ودخلت مسابقات كتير. وباذن الله تطلع مهندس ناجح وتكسر الدنيا. ميرسي بجد. شكرا يا بشوي.